طبعا انا سايبكم من اول رمضان براحتكم، هو اول اسبوع 10 ايام كده الموضوع بيبقى تقيل على المعده شويه. المهم مش هطول عليكم، يلا بينا. طبعا كلنا شفنا مسلسل المداح 3، اغلبنا سمع ان الموضوع ده قصه حقيقيه، يعني فجاه كده بقت قصه حقيقيه لواحد حقيقي، وده اللي اكتشفناه بعد الجزء الثالث. يعني الجزء الاولاني والثاني كانت قصه خياليه. سالتوا نفسكم ليه الجزء الثالث بالذات اللي اتقال عليه الكلام ده؟ يعني اشمعنى نيجي على الجزء الثالث ونقول دي قصه حقيقيه؟ يعني ايه اللي شفناه في الجزء الثالث او حالنا ان دي قصه حقيقيه؟ بالمناسبه الراجل ده اسمه داوود، اللي هو اللي بيقولوا عليه المداح الحقيقي يعني، وقصته ظهرت للنور من 11 سنه. معرفش بقى هل اللي سرب السيناريو بتاع المداح كان مغيب مثلا في غيبوبه، والناس اللي اتساقوا وراه دولت ايه ظروفهم برضه، والهبيده والحنايكه اللي اشتغلوا على الموضوع ده. ما خدتوش بالكم ان اقرب قصه لداوود اللي هو اللي بتقولوا عليه المداح الحقيقي ده في المسلسل هي قصه الاستاذ عبد العزيز مخيون اللي هو طالع بدور الامير؟ خدتوش بالكم في الفرق في الاحداث؟ يعني لو جينا بصينا على قصه داوود اللي هو الساحر الحقيقي هنلاقيه اقرب للسن الفنان عبد العزيز مخيون مثلا، وقصته شبيهه لقصته برضه. واحد زمان كان برضه عنده مشكله وكان سمعته مش كويسه في اعمال السحر والكلام الحلو ده كله، وربنا تاب عليه بعد كده. اشمعنى قلنا على حماده هلال هي قصه المداح الحقيقي او داوود الساحر؟ طب اللي سرب مثلا السيناريو او اللي سرب فيديوهات من داخل تصوير العمل هنقول حمار عبيط. الناس بقى اللي اتساقوا وراه على السوشيال ميديا والناس اللي اتكلموا في الحاجات ديت، ايه يا جماعه ايه ظروفكم؟ مش واخدين بالكم ان الموضوع ده حصل لالاف مؤلفه من البشر؟ ناس كتير جدا كسروا الحاجز اللي بيننا وبين العالم الاخر يعني، وهتلاقي قصصهم مشابهه لبعض كتير جدا. وللاسف مش دي اول مره تتسرب سيناريوهات، يعني دايما كده كل سنه تلاقي مثلا مسلسل ترند تلاقي ناس طالعه بتهبط فيه وخلاص، او اللي عنده تسريب بيقوم مطلعه، او صناع العمل يعملوا تسريبات لنفسهم عشان خاطر يطلعوا بيها ترند وتبقى دعايه سلبيه. ده اللي حصل في مسلسل زي مسلسل نسل الاغراب مثلا، لو تفتكروا اتسرب له فيديوهات كتير جدا من المجاميع الموجودين في المسلسل واتعرضت على برنامج تيك توك، وانا شاهد على الواقعه دي. اللي صور الحاجات اللي زي كده من ايد المخرج اللي هو محمد سامي كان احمد السقا وقتها، الله يبارك له، حاش عن الواد بلاوي الصراحه. الخلاصه ان في الاف مؤلفه من المداحين الحقيقيين واللي كسروا الحاجز اللي بيننا وبين العالم الاخر. كل ده ما هو الا هبد ترنداوي ملوش اي اساس من الصحه، نفس بالظبط اللي حصل في فيلم ابراهيم الابيض. كل واحد بقى يقول لك انا ابراهيم الابيض ده اصلا كان الفتاوه بتاع منطقتنا وفخور قوي، يعني طلع لنا يجي 7000 ابراهيم ابيض في كل منطقه شكل. يقول لك ابراهيم الابيض ده كان فتاوه هنا زمان، يبقى في الجيزه مثلا، واحد تاني يطلع يا عم ده في بولاق اصلا، واحد تالت يقول لك لا ده كان في السويس. فهتلاقي مليار ابراهيم ابيض في كل حته كان اسمه ابراهيم الابيض يعملوا نفس اللي حصل في القصه بتاعت الفيلم. يعني نيجي بقى للجزء الفني، انا في حاجه خدت بالي منها ولفتت نظري جدا. الحلقه مدتها 40 دقيقه على الشاشه صافي بدون اعلانات. عندنا 7 دقائق تتر بدايه و7 دقائق زيهم تتر نهايه، 14 دقيقه، اتبقى 26 دقيقه فيهم لوحدهم 10 دقائق مط في الاحداث ومط في المشاهد وهدوء للممثلين وحاجه تعصب بصراحه، لدرجه ان انا في الحلقه الاولى او الثانيه او الثالثه مش فاكر بالظبط كانت الحلقه كلها عباره عن 3 أو 4 مشاهد بس، وانا هنا بتكلم على الجزء الثالث ما تتوهوش مني. ثانيا بقى في مط غريب جدا استفزنا انا شخصيا، مط في الاحداث ومط في كل مشهد، وكل شوط بيتاخد لازم في الاخر رياكشن يقعد على الشاشه بتاع 10 ثواني. اي نعم انتاج افلام ومسلسلات الرعب تحتاج هدوء في بعض الاحيان مش في كل الاحيان، دي كل المشاهد كده تقريبا، ومط وهدوء بمناسبه وبدون مناسبه. ده في الجزء الثالث، واللي زاد وغطى على الكلام دوت طبعا اختيار ممثلين كبار جدا طبعا وليهم كل احترام وتقدير، بس اساتذه في المشاهد الهاديه، الاستاذ محمد رياض والنجم خالد زكي. طبعا اعتقد محدش هيختلف على كده، يعني اعتقد يعني الناس كلها عارفه ان دول يعني هاديين، تمثيلهم هادي جدا. نيجي بقى للمشاهد الهنديه بقى، الناس اللي بتتابع مسلسلات وافلام هندي عارفين انا هتكلم في ايه دلوقتي. عارف انت اما حدث يحصل او فازه تقع او حد يعدي كده قدام الممثلين والكاميرا تخش على وش كل ممثل وتقعد بتاع 10 دقايق لوحدها، ده بيحصل في مسلسل المداح الجزء الثالث، وللاسف ده اللي مخلي الجزء الثالث ايقاعه اقل نسبيا من الجزء الثاني والاول. وهثبت لكم كلامي ده، تلاحظوا معايا الفنان محمد رياض اللي كان قايم بدوره في الجزء الثاني كان الاستاذ كمال ابو ريا. افتحوا كده المشاهد بين الاثنين هتعرفوا الكلام اللي انا بقوله لكم كويس، هتعرفوا الفرق في الايقاع بين مشاهد الاستاذ كمال ابو ريا والاستاذ محمد رياض، هتلاقوا الفرق اللي بتكلم فيه واضح جدا. ودي بس الملحوظه الفنيه اللي كانت عندي على الجزء الثالث من مسلسل المداح. وفي النهايه طبعا دي مجرد وجهه نظر شخصيه، وانا من متابعين ومحبين سلسله المداح ومبسوط بيها جدا، لدرجه ان قدرت اطلع الملحوظات دي عن حب طبعا وتقدير لكل فنانين العمل. ومبسوط جدا بعوده الفنان خالد زكي في اكتر من عمل في رمضان 2023. عوده حميده. كان معكم عمو ريشه اللي مش عاجبه العيشه. السلام عليكم.